أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إخواني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم هو عبارة عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في الصحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث أيها الإخوة الذي هو بين أيدينا يرغبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود المؤمن وأن يروض لسانه المؤمن على قول الخير وعلى الفعل الحسن وعلى الكلمات الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان عليه أن يقل خيرا، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. وأعطانا مثال عن الكلمة الطيبة، هي بمثابة الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني خير الأقوال وخير ما يخرجه من لسانه، كما قال سيدنا ابن عباس وهو يخاطب لسانه: قل خيرا تسلم أو اسكت عن الشر تغنم. هكذا خاطب ابن عباس رضي الله عنه لسانه. ومن لم يقل خيرا أو من لم يرد أن يقل خيرا فعليه أن يصمت، فالصمت حكمة وقليل فاعله. الأحرى والأولى أن يمسك الإنسان لسانه وأن يسكت، أفضل له أن يطلقه في الغيبة وفي النميمة وفي قول الزور وفي تتبع عورات المسلمين. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره، هو ولي ذلك والقادر عليه، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.